فيلمنا بيبدأ مع واحدة اسمها فرناندا اللي بتكون بره وراجعة الدير، ولما بتوصل بتقابل الأخت جينيفر اللي بتسألها كانت فين طول الليل، وبتقول لها الأخت فرناندا إن الحمار هرب فخرجت تدور عليه. بعدها على طول خادم الدير بيصبع عليهم لكن بيمسكوه تهزيق وشتيمة. بعدها بنروح للكنيسة وبيكون الراهب توماس بيقدم المراسم بتاعته للراهبات اللي قاعدين. بعدها الراهبة ماريا بتقف مع فرناندا وبتسألها ما كانتش موجودة الصبح ليه، فبتحكي لها قصة هروب الحمار. وبتكون الأخت جينيفر واقفة تراقبهم، وبنروح لأخت تانية من الأخوات وهي أليساندرا وبتشتغل في التطريز، وبتكون موجودة في الدير علشان عايزة تتجوز وتسيب الدير. وبنعرف ان ابو أليساندرا راعي للدير وبيبعت فلوس كتير للدير مساعدة. وبنعرف الكلام ده من الاختين فرناندا وجينيفر وهم قاعدين بيغسلوا، وجينيفر بتسأل فرناندا عن الكلام اللي ام ماريا قالته لهم، لكن فرناندا بتقول لها انه ما يخصكيش الكلام ده. والاخت أليساندرا بتخرج تقابل ابوها لوحدها علشان تطمن على امها، وكمان علشان تطمن على موضوع الجواز بتاعها. وابوها بيصدمها ان تكاليف الجواز عالية جدا ومفيش فلوس علشان يجوزها، وهي بتطلب منه تسيب الدير وترجع تعيش معاهم في البيت، لكن ابوها بيرفض. وفي نفس الوقت جينيفر بتفتن على الاخت إلينزا علشان بتاكل كتير، لكن الام ماريا بتقول لها تخليها في حالها. وبنرجع تاني للاخت أليساندرا اللي بتكون بتعيط من كلام ابوها لما قال لها انه مش هتتجوز، والراهب توماس بيشوفها وهي بتعيط وهم في المراسم. وبعدها بتخرج أليساندرا مع الاختين فرناندا وجينيفر، وهم ماشيين بيلاحظوا الخادم بيبص عليهم فبيتعصبوا وبيزعقوا له وبيدخلوا يضربوه يكسروا الحديقة. بعدها الراهب توماس بيدخل للأم ماريا اللي بتكون محضره له شوية منسوجات علشان يبيعها في السوق علشان يجيب فلوس للدير. وبيخرج الراهب توماس وبيودع الست ماريا وبياخد العربية بتاعته وبيمشي. وهو ماشي بيقابل الخادم بتاع الدير اللي بيكون بيقدم استقالته علشان الإخوة بيضربوه وبيتحايل عليه ما يمشيش، لكن ما بيسمعلوش وبيسيب الدير. وبنروح لقصر الملك اللي بيكون بيتغدى مع مراته وبيحكي لها عن الحرب، لكن مراته بتكون مشغولة مع الساقي بتاعه واسمه ما ياخد بعضه وبيهرب. والملك ما بيعرفش مين الشخص ده وبينزل بسرعة لغرفة الخدم وبيشغل دماغه وبيحط ايده على قلب كل واحد علشان يشوف مين فيهم قلبه بيدق بسرعة علشان يعرف انه كان بيجري وكان مع مراته. ولما بيحط ايده على قلب مسيته بيلاقيه بيدق جامد لكن مش شايف وشه من الضلمة، فبيقص خصلة من شعره علشان يعرفه الصبح، لكن مسيته بيكون صايع وبيقوم يقص خصلة شعر من كل اللي نايمين علشان ما يعرفش يفرق بينهم. وتاني يوم الملك بيدخل على الخدم وما بيعرفش مين كان مع مراته. بعدها مسيته بيكون رايح يشوف شغله لكن مرات الملك بتعكسه، لكن الملك بيشوفهم وبيبعت الحراس بتوعه علشان يمسكوه، لكن مسيته بيكون سريع والحراس ما بيلحقوهوش وبيهرب للغابة. وهناك بيشوف الراهب توماس قاعد بيعيط علشان عمل حادثة بالعربية بتاعته وكل المنسوجات ضاعت في المية، ومسيته بيعرض عليه يساعده وبيخرج له القماش من المية. والراهب بيشكره وبيعرض عليه ازاي يرد له الجميل، ومسيته بيطلب منه مكان يبات فيه مؤقتا وبياخده معاه الدير وبيأكله وبيعرض عليه يشتغل في الدير مكان الخادم اللي مشي. والراهب بيقول له يعمل نفسه أخرس وأطرش علشان الإخوات ما يتضايقوش منه. وبعدها مسيته بيعترف له عن علاقاته. والصبح الراهب بيقدم مسيته للأم ماريا على إنه الخادم الجديد، وبيقول لها إنه اتسرق والأقمشة كلها ضاعت. بعدها جينيفر بتشوف مسيته وبتروح تسلم عليه وتتكلم معاه، لكن بيكون عامل نفسه مش سامعها. وبنروح للأخت فرناندا اللي بتشوف أليساندرا بتتكلم مع طفلة من الدير فبتروح تضايقهم وهم بيزعقوا لها. ومسيته بيشوف فرناندا وبتهجم عليه بالفاس، لكن هو ما بيتكلمش ولا حرف لحد ما بتيجي الأم ماريا وبتقول لها إنه الخادم الجديد وإنه ما بيسمعش ولا بيتكلم. بعدها الأم ماريا بتكلم الأخت أليساندرا وبتحكي لها على اللي حصل للراهب توماس وبتطلب منها تعمل أقمشة جديدة، وبتروح أليساندرا تشتغل على الأقمشة. وبنروح بعدها للأخت جينيفر اللي بتستخبى في الزرع لما بتشوف مسيته داخل غرفته، وأليساندرا داخلة وراه علشان عايزة مسيته يصلح لها حاجة. وأليساندرا بتفضل تتكلم معاه وبتحكي مشاكلها وتعيط. وبره فرناندا بتيجي تستخبى جنب جينيفر في الزرع علشان يراقبوا أليساندرا. وبعدها بتروح فرناندا تعترف للأب إنها أكلت اللفت كله لوحدها من غير ما تدي زمايلها. وبالليل فرناندا سريعة وبنروح لفرناندا وجينيفر وهم بيغسلوا، وجينيفر بتكلمها عن ليلة امبارح، لكن فرناندا بتكون متضايقة وبتقول لها تنسى اللي حصل. وأليساندرا بتيجي تغسل هدومها وبيسألوها ايه اللي وسخها، قالت لها كنت بساعد مسيته في حفر الأرض. بعدها فرناندا بتخرج مع مرسى للغابة وبتكون جينيفر بتدور عليهم وبتروح تراقبهم في الغابة هي ومرسى. ومرسى وفرناندا بيعملوا طقوس غريبة باستخدام بعض النباتات الرية بتاعتهم، وهم خارجين بيشوفوها وبتقول لهم انها كانت بتنقي خضار من الغابة. وبالليل مسيته بيقعد مع توماس وبيعترف له ان قضى يومين حلوين وعايز يكمل في الشغل. وساعتها الباب بيخبط وبتكون الأم ماريا ومسيته بيستخبى،
وتاني يوم بيكون في زيارة من الأسقف، وبنروح لمسيتو وهو بينط من الشباك رير، ولما بيجي يطلع بيسمع صوت ماريا داخلة، وبنروح لاجتماع الأسقف مع ماريا وتوماس، وبتدخل عليهم جينيفر علشان تعترف على تصرفات فرناندا، لكن ماريا بتخرجها بسرعة. بعدها جينيفر بتحضر نفس الوصفة وبتعور نفسها وتغرق وشها دم، وبتروح أليساندرا تشوف كلام مسيتو، لكن بتدخل جينيفر وبتستخبى أليساندرا، وجينيفر بتهجم على مسيتو علشان تعمل علاقة معاه، لكن ما بتعرفش تعمل حاجة، فبتفضل تحكي له عن أسرارها علشان ما بيسمعش، لكن بتسمع صوته وبتستخبى مع أليساندرا، وبتدخل فرناندا وتاخد مسيتو وتروح بيه الغابة، وبيروحوا وراهم بالليل وبيشوفوا فرناندا ومارسا ومجموعة كبيرة من البنات، وبتخطف الحمار وبتجري وبيجروا كلهم وراها. وجينيفر بتروح الدير وتصحي الكل وبتقول لهم ان فرناندا ساحرة وبيحصل خناقة بينهم، والاب بارتيمينو مش عارف ايه اللي بيحصل، وبتخرج الام ماريا وتوماس من نفس الغرفة، وبينصدم الكل من اللي شايفه ومسيتو اللي اتكلم، والكل بيستغربوا. تاني يوم الاب باركيميتو بيعمل محاكمة وبيحكم عليهم كلهم، وتوماس بيودع ماريا لانه اتحكم عليه يروح دير تاني، ومسيتو بيتقبض عليه وبيرجع القصر، وبالليل الملك بيروح له الزنزانة بيقول له انه هيعذبه على اللي عمله. بعدها بيلاقوا سلحفة على ظهرها شمعة، وبعدها بيظهر الاخوات التلاتة ومعاهم دمية علشان يحطوها مكان مسيتو علشان يهربوه، وبيلبسوه زيهم، وبيرجع الحراس وبيتكلموا مع الدمية اللي مكانه، وبنروح للجسر اللي في الغابة، وماريا بتروح لتوماس وبيبوسها بوسة الوداع. ولحد هنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك الفيلم وحابب تشوفنا تاني اعمل اشتراك في القناة وما تنساش تعمل لايك للفيديو، واشوفكم الفيلم الجاي. سلام يا قمر.